في مدينة روساريو بالأرجنتين ولد طفل صغير يدعى ليونيل ميسي، وكان يحب الكرة منذ خطواته الأولى. لكن في سن العاشرة صدم الجميع عندما اكتشف الأطباء أنه يعاني من نقص في هرمون النمو، ما جعل جسده أضعف من أقرانه. كان العلاج مكلفاً، وعائلته لم تكن تملك المال الكافي. الأندية المحلية أعجبت بموهبته، لكنها لم تكن مستعدة لتحمل تكاليف علاجه. وبينما كان الأمل يتلاشى، جاءت الفرصة من حيث لا يتوقع أحد. نادي برشلونة الإسباني قرر ضم ميسي وتحمل علاجه بالكامل بعد أن رأى مدربوه مهارته الخارقة رغم صغر حجمه. سافر ميسي إلى إسبانيا وهو لا يزال طفلاً. كانت البداية صعبة، لغة جديدة، بلد غريب، وبعد عن عائلته، لكنه لم يستسلم. تمرن بجد، تألق في كل فئة عمرية، حتى صعد إلى الفريق الأول وهو في سن 17. منذ تلك اللحظة بدأ العالم يشهد ولادة أسطورة. مهارات ميسي، تمريراته السحرية، وأهدافه التي لا تنسى جعلته من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. فاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وحقق كل الألقاب مع برشلونة، ثم عاد ليقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم سنة 2022، محققا الحلم الذي راوده منذ الطفولة. قصة ميسي ليست فقط عن كرة القدم، بل عن الإصرار، التحدي، والإيمان بالنفس. أثبت أن الجسد قد يكون صغيرا، لكن الطموح يمكن أن يكون أعظم من كل شيء.